بنسمع دلوقتي حاجات كتيرة جدا عن الترانسفورميشنال ليدرشيب أو القيادة التحويلية. هنتكلم النهاردة عن القيادة التحويلية ونربطها بأحداث حصلت في عصر الصحابة والتابعين. محمد فرح من برنامج الربط. السلام عليكم. القيادة التحويلية هي ان القائد مش بس بيساعد الناس اللي معاه ان هم يحققوا انجازات بسيطة، لا كمان بيساعدهم ان هم يغيروا من حياتهم للافضل، بيساعدهم ان هم يوصلوا لحاجات ما كانوش بيصدقوا اصلا ان هم يعرفوا يوصلوا لها. النظرية دي بتاعت القيادة التحويلية اتكلم عنها الباحث الامريكي جيمس ماجريجور بيرنز سنة 1978، وكان بيقول فيها ان القائد التحويلي ده هو الشخص اللي بيقود الناس ان هو يساعدهم يحققوا حاجات ما كانوش بيحلموا ان هم يوصلوا لها اصلا. ولكن كالعادة الصحابة والتابعين سبقوا النظرية دي بمئات السنين. النهاردة هنشوف مع بعض الصحابة والتابعين امثال ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، وعثمان بن عفان، وغيرهم من الصحابة والتابعين كانوا بيلهموا الناس وغيروا حياتهم للافضل. اول موقف معانا النهارده عن القيادة التحويلية صدمة ورعب من اللي جاي، لكن سيدنا أبو بكر الصديق ظهر ساعتها وسط المسلمين وقال ساعتها مقولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وده بيبين لنا قد إيه سيدنا أبو بكر الصديق كان من أكتر الناس اللي عندهم القيادة التحويلية، لأنه هو حول وجهة نظر المسلمين من إن هم يبقوا منافقين أو إن هم يلحدوا أو إن هم ما يخدموش الإسلام تاني، خلاهم ساعتها يرجعوا تاني عن نواياهم ويرجعوا تاني يخدموا الإسلام والمسلمين. تاني قصة معانا عن القيادة التحويلية هي موقف عمر بن الخطاب أول ما تولى الخلافة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة ما كانش بس بيتولى الخلافة إن هو يدير الدولة، لا، كان بيوسع فتوحات المسلمين، كان بيعمل بنية تحتية، كان بينظم الأسواق، كان بيحقق العدل، كان بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان خاطر يحفظ الإسلام ويحفظ المسلمين، لأن الموقف ساعتها كان بيحتم عليه إن هو يكون الشخص ده. آخر قصة معانا عن القيادة التحويلية هي قصة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي قبل تحرير القدس دي كانت نيته، بس هل هو جاهز عشان خاطر يقدر يحرر القدس دلوقتي؟ بالطبع لا. ساعتها درس الموقف كويس جدا ولقى ان مشكلته ان المسلمين اصلا مش متوحدين على رأي او مش متوحدين على اتجاه، فبدأ يوحد في امارات المسلمين واحدة ورا التانية لغاية لما بقى عنده جيش قوي جدا يؤهله ان هو يقدر يقتحم القدس ويدافع عن القدس وينفي الصليبيين المعتدين من القدس. ده بيؤكد قد ايه صلاح الدين الأيوبي راجل وقائد يقدر يقود المسلمين طبقا للقيادة التحويلية. القيادة التحويلية مش بس ان الناس بتقدر تنجز الحاجات المطلوبة منها، لا، القائد هنا بيدفع الناس ان هم ينجزوا حاجات اكتر بكتير من اللي هم كانوا بيحلموا بيها. مثلا ابو بكر الصديق ثبت الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي حقن دماء المسلمين، صلاح الدين الايوبي وحد المسلمين عشان خاطر يرجع القدس. القيادة التحويلية موجودة حوالينا. هل انت قائد تحويلي؟ شاركنا في التعليقات اي قصص مريت بيها حسيت فيها ان انت قائد تحويلي، او اتعرضت ان انت تبقى تحت مدير ساعدك ان انت تنجز حاجات اكتر بكتير من اللي انت كنت بتحلم توصل لها.